اصلا من سوريا، هي وزوجها. بتيجي بالتروسيكل اللي قدامنا ده، تبقى عامله عدد كبير من الحلويات الشرقيه والحلويات السوريه، بالاضافه الى بعض طبعا المأكولات المعروفه والمشهوره في سوريا، وتبيعها هنا في المحله، تفردها وتعرضها على التروسيكل وبتبيعها. الكلام ده بمساعده زوجها، برضو هو من سوريا. هنعرف بقى اكتر عن فاديه وقصتها ايه بالظبط. فاديه، انا برحب بيكي. اهلا وسهلا. اولا انت منوره المحله. تسلمي لي قلبي، ده نورك والله. انت يا فاديه من سوريا اصلا؟ سوريا. زوجك من سوريا؟ سوري. جيتي مصر امتى؟ بقالنا 10 سنين هنا في مصر. ما شاء الله 10 سنين. في بيتك ومطرحك برضه. تسلمي لي قلبي، تسلمي. جت منين بقى فكره انك انت يبقى عندك تروسيكل وتعملي الحلويات وكده؟ جت لك منين الفكره دي؟ هي نحن مهنتنا من زمان الحلويات. بس يعني وضع جوزي الصحي وكذا، فبقينا نشتغل الحلويات وبطلع بيعها. بالمنصوره ما مشيتش سبحان الله الحلويات. هنا في المحل السنه اللي فاتت، انا بقالي سنه باجي المحله. الدكتوره روضه محمود هي اللي دعمتني على المشروع ووقفت جنبي، وهي من اهالي المحله من هنا من الشعبيه. يعني انت اصلا حاولتي ان انت تبيعي الحاجات دي في المحل في المنصوره؟ ما لقتش قوي يعني؟ ما لقتش قوي، لانه الناس مثلا هي اراء سبحان الله، ولازم انه محل كده، ونحن وضعنا ما بيسمح اني انا اخذ محل. فسبحان الله هنا في تيجي المحله كل يوم بقى بالتروسيكل؟ اثنين وخميس. اثنين وخميس. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه بس اعرف الساده المشاهدين ان الحاجه اتنسفت، صح كده؟ والله صح. انت يعني انا بكلمك في التليفون بتقولي لي ما عادش في حاجه، يعني اللي متبقي حاجات بسيطه جدا. صح. يعني ده اللي متبقي يا جماعه، انما هي بسم الله ما شاء الله لا بيبقى اكتر من كده بكتير. طب جاتلك يعني منين الفكره دي، يعني انك انت تبتدي تعملي حلويات وتنزلي تسوقيها وتبيعيها بنفسك؟ صرنا والله الوضع عنا بالبيت صار صعب، صرنا نعمل حلويات. انزل افتل بالمنصوره، وقفنا احباب جامع، او روح على الجامعه على بوابه توشكا وبيع الحاجات دي. وبعدين ناس بقت روضه محمود هي اول مين اخذت مني الحلويات، فقالت لي لازم تعرضي شغلك بالمحل. انت اصلا كنت غاويه عمايل حلويات وكده؟ وانا وجوزي بنشتغل، هي يعني كمان هي مهنه جوزي، بس وضعه الصحي ما بسمح انه يشتغل. جوزك بيشتغل ايه اصلا؟ هو حلواني. هو حلواني. هو اللي معلمك بقى الحاجات دي؟ ايوه، هو بنشتغل مع بعض، يعني بنتساعد بالبيت، حتى عيالي بيساعدوني بالبيت، بنشتغل كلنا مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. تسلمي لي. انت عندك كم ابن؟ عندي 3 بنت وولدين. ما شاء الله. بتنزلي بقى من الساعه كام للساعه كام؟ هلا يوم اللي بدي اطلع انا على المحله بطلع على الساعه 9:30 10 لبين ما اوصل هنا على المحله. انتوا بتيجوا بالتروسيكل ده؟ بنيجي بالتروسيكل. ابني بياخده من واحد مثلا نطلع فيه المحله، لانه اجره العربيه غاليه. بياخدوا منا يعني سعر كبير العربيه، مش زي التروسيكل. ايه الحاجات اللي انت بقى بتبيعيها؟ بتعمليها وبتبيعيها؟ هلا مثلا هون مثل هون في معمول بالعقوه ده كحكي ساده. ده بسكوت ده دوقته طعمه حلو قوي على فكره. ده بسكوت. بعمل نوعين برضه، برتقال وفانيلا. تمام. وده كوكيز. بس انت عامله كوكيز صغير، هو كوكيز صغير. كبير شويه يعني. ولسه عندي برضه البرازه، وفي جاتو سواري، وعندي شرقي وبسبوسه. تسلمي لي يا قلبي، تسلمي يا رب، ده نورك والله. شفتي حب الناس؟ والله بصي اهل المحله على دماغي كلهم والله. مصر كلها بتحبهم. انا بحبكم والله، الشعب المصري كله على دماغي. وانا بشكر مصر اصلا على وقفتها دعمتنا وقعدتنا، يعني الحمد لله. ربنا يرزقكم سالمين. الله يكرمك. امين يا رب. جميله، واحنا نجيلكم نزوركم بلدكم ان شاء الله. انتوا على دماغنا والله. ربنا يحفظك. الله يكرمك يا قلبي، تسلمي لي يا رب. انت دوقتي الحلويات بتاعتها؟ لا لسه، بس انا لا هندوق. لا بصي انا دوقت الحلويات، يعني حاجه بسكوت. جاي لي حاجات بنتي جابت منها حاجات. والله انا ما الحمد لله رب العالمين. كم زيت الزيتون؟ ده النص ب50 وال ب100. لا ال50 دي ب50 دي بتاع التوابل ده. ده زعتر. زعتر، معلش بس ده ب20 العلبه. ب20. حلو طبعا، اكيد زي بتاع. والله حلو. ده معروف في سوريا.
هو معروف الزعتر والمكدوس، حتى بصي هم عندهم المكدوس حاجات معروفه كده. بقت المصريين تعرف المكدوس لهم بتاعنا اكلات لهم اكلات يعني غريبه كده. بيحبوه سبحان الله. هو ايوه زيتون اه حطي كده في الطبق في العيش مع كوبايه شاي. لا ده انا لازم اشوفه. اه انت بتعمليه اصلا هنا؟ بعمله. يعني بتبيعيه بتعمليه وبتبيعيه؟ انا كان معايا بس ما عادش الحمد لله رب العالمين. بكام؟ هو الطبق 750 جرام 70 جنيه. لا هو غالي، اصل بيحطوا له عين عين جمل جمل وزيت زيتون. وزيت زيتون اللي مغليه اللي هو بتنجان. ده صدق انا عارفاه، الزيتون والعين. انا عارفاه برضه. دقته. ناس كتير اخذوا مني بقى، انت عارفه هو والكوبيبه. الكوبيبه بقى وريها لنا. انت مش بس بتعملي حلويات، انت بتعملي مأكولات كمان. اهي الكوبيبه برضه. دي محمره دي كده. كوبيبه كوبيبه نص سوري. تحمير. بحمرها عشان الزبون وقت ياخذ الحاجه يسخنها بالزيت يحمرها تبقى طازه. بكام بقى دي؟ ده نص كيلو ب80. لحمه بلدي ولا لحمه لحمه؟ بلدي طبعا، لحمه بلدي ده. زيت الزيتون انت بتقعدي بقى تجهزي في الحاجات دي مده قد ايه؟ مثلا هلا انا اذا بدي اطلع على المحل قبل بيوم بلش الشغل ده عشان الصبح بدري. تقعدي تجهزي كل ده في يوم واحد؟ ايوه قبل بيوم نشتغل الحاجه. الزيتون بتاعك اخده على ثقه. حلو والله حلو، انا بستخدمه بالبيت. حاجاتهم كلها حلوه بصراحه. ودي المعجنات. معجنات كمان؟ دي ايه؟ دي زعتر، عنا اسمها مناقيش بالزعتر. مناقيش بالزعتر. ودي فطاير بجبنه. ودي البيتزا بقى بتاعتنا اللي احنا نعرفها. الناس بتطلبوا مني بعملها تشكيله. ده الطبق ده بكام؟ ده الطبق ب40 نص كيلو. ب40. طب قولي مكانك بقى علشان الناس بتسأل على مكان. انا بالمحل بوقف عند الجامع الكبير في الشعبيه، عندي بعد مفرق المدارس. خلاص كده معروف المسجد الكبير في الشعبيه. عشان الناس بس اللي بتسأل يعني. في ناس كتير بتسالني. انت بتعملي كمان كحك فرصه سعيده حبيبتي ونورتي. نوعيات الحاجات اللي انت بتعرضيها ايه؟ عرفها لنا يعني. انا بعمل كحك بالملبن وكحك ساده وبسكوت ومعمول بالعجوه، وبعمل كوكيز وسابليه وباتيفور. ما شاء الله. وشرقي نوعين، حاجه بعملها كنافه وكلاج وبسبوسه، وحاجه كنافه وكلاج بس. وبعمل بسبوسه لوحدها. كل ده بتجهزيه في يوم لوحدك؟ كل ده قبل بيوم بنبلش بالحاجه وبنرصها وبنغلفها. بصي بقى انا بعمل الحاجه ازاي عشان نضيفه فله تبقى طازه. بص بغلفاها يعني انت بتغلفاها من جوه. بتقفل عشان تبقى طازه. الطبق ده بكام بقى؟ ده الطبق ب50 جنيه، وزن 550 جرام. يعني نص كيلو فوق 50 جرام كمان. حتى برضه الشرقي وزنه تقريبا 700 جرام. انا بحب الطبق كله، لو زايد الوزن بسيبه، بس المهم انه يبقى الطبق عشان يبقى شكله جميل وحلو. بسيبه يعني، والسعر موحده. في مأكولات انت بتعمليها يعني غير الكوبيبه؟ لا بس الكوبيبه والمعجنات. وفي ناس اوقات بتطلب مني التبوله. تبوله؟ انا عايزه التبوله بجد. على عيني وراسي. بكام؟ تكرم عيني من غير فلوس يا حبيبتي ربنا يخليكي. والله من غير فلوس تكرمي ان شاء الله. في ناس ممكن تقول لك طب انا بوصيكي تعملي لي الحاجه الفلانيه. بعمل لها. بتعملي لها. في ناس كتير وقت بتعرفني انا بدي اطلع على المحل بتكلمني قبل بيوم. بتكلمني وبتحجز الاوردر بتاعها، بدها حاجات معينه. مثلا المعجنات مش عايزه بيتزا، بتقلي عايزه بس مناقيش وجبنه، بعمل لها على اساس انه كده. اكتر حاجات مطلوبه ايه؟ لا عليها سحب جامد. البرازق. هم اهل المحل حبوا البرازق بتاعتي قوي والمكدوس بجد. والله. بس الحمد لله بفضل الله. انت شايفه يعني ما شاء الله. دي حقيقي. لله رب العالمين. يعني انت كنت قلتي ان انا جيت وما شاء الله الحاجه اتاخدت على طول. انا لقيت الناس والله واقفه هنا على الرصيف عم تستناني. دي عشان تستلم الحاجه بتاعتها ولا ده جاي؟ زباين وناس عايزه تستلم الحاجه بتاعتها. اتعرفتي انت هنا؟ يعني بصي كله بفضل رب العالمين والدكتوره روضه محمود. هي اللي انت تستاهلي كل خير. تسلمي. والحاجه بسم الله ما شاء الله حلوه وجميله جدا. تسلمي لي يا رب. تسلمي. نورتي. تسلمي. نورتي مصر والمحل. الله يخليكي، ده نورك والله. اشكرك. وانا بشكر اهل المحل ومصر كلها. اشكرك جدا. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. احنا كانت معانا فاديه جايه من سوريا
وهي مقيمة في مدينة المنصورة، ولكن هي بتيجي هنا يومين في الأسبوع بالتروسيكل بتاعها علشان تبيع أو تعرض الأكل اللي هي بتعمله في البيت. طبعا حلويات شرقية، مخبوزات، أكل سوري، يعني الحاجات المعروفة في سوريا دي. والحقيقة إن هي بسم الله ما شاء الله الناس كلها هنا بتحبها وبتجيلها تقف لها بالطوابير. طبعا هي كده يعني هي كده خلصت. لما جيت كلمتها قالت لي انا كده خلصت اصلا، اللي متبقي حاجات بسيطه جدا، لكن هي بتبقى يعني الحاجات بتاعتها اكتر من كده بكتير. بشكركم جدا متابعينا الكرام.